السلام عليكم اخواتي وحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحه وسعاده. عندي كلمتين مهمين كده حابب اتكلم معاكم فيهم عشان الامور تبقى واضحه ما بيننا، وتبقى الدنيا مستقره وهاديه، وما يبقاش في حد في دماغه اي حاجه وحشه من ناحيتنا ولا في الموضوع ولا في اي حاجه. فصلوا على النبي كده وقولوا عليه الصلاه والسلام، وهم كام نقطه كده هكلمكم فيها وتقبلوهم مني وعادي خدوا ودوا معايا بشكل ودي. قشطه. اول حاجه يا جدعان، اول حاجه اني انا عن نفسي انا حابب ان انا اقرب منكم، وحابب ان انا اخد ودي معاكم، فما تحسسونيش ان انا لوحدي. لغوني كده، مسوا عليا، صبحوا عليا، صباح الفل يا كوكو، عامل ايه يا كيمو، اي حاجه في الكلام ده. لغوني نلغي بعض، تمام؟ نفسي ان انا اشوف برضو فرحتكم وسعادتكم باللي احنا بنعمله ده. اي نعم احنا لسه ما وصلناش ولسه ما عملناش حاجه ولسه ما حققناش، بس اما نلغي بعض كده ونشجع بعض الموضوع بيبقى حلو وجميل عادي، وكله بالحب. قشطه رجاله، قشطه. تاني نقطة يا جدعان، تاني نقطة ان هو انا والله كمان مرة اقسم بالله ما بقول لكم اشتركوا معايا ولا تعاونوا معايا عشان انا مثلا مش عارف اعمل محتوى، ولا عشان انا مثلا بضحك عليكم بكلمتين واشتغلكم عشان ارجع القناة وخلاص. انا بقالي 3 سنين بفكر في الموضوع ده، هاري نفسي تفكير وعمال بص عايز اجيبها لكم باي طريقة، وما كانتش جايه معايا، بس هو الحمد لله ربنا هداني كده للي انا بعمله دوت، واهي ماشي فالنقطة دي يا جدعان، أنا عن نفسي لو كنت استهدفت جمهور معين، أو لو كنت أنا بدأت على طول قدمت محتوى معين، كنت هستهدف شريحة معينة من الناس. لو كنت قدمت طبخ كان اللي يهتموا بيها بتوع الطبخ، لو كنت قدمت مثلا رياضة كان اللي يهتموا بتوع الرياضة، وهكذا. فأنا ما حبيتش إن أنا استهدف شريحة معينة من الناس، أنا حبيت إن أنا أعرف الناس كلها إن أنا بعمل قناة خيرية، وإن أنا طالع بدور على ناس محتاجه مساعده فعلا عشان اقف معاها واساعدها، وهي كمان تقف معايا وتساعدني لو باللايك والحاجات الحلوه اللي هي بسيطه دي، تمام؟ وناس تانية برضو تكون نفسها تعمل خير وحابه الخير ونفسها تشوف الخير في كل مكان، ونفسها تشوف الناس كلها مبسوطه وحلوه وجميله، هتساعدني برضو، هتقف معايا، وكتر الف خيرهم يشكروا من ناحيتين، هنبقى مستفادين. فهي الفكره كلها يا جدعان ان احنا نتعاون مع بعض، نتعاون ونتحد مع بعض، ربنا يكرمنا، يبقى هدفنا واحد، قلبنا يبقى على قلب بعض كده وبتاع. ما نسيبش حد مننا محتاج اي حاجه غير لما نقف معاه، بس ده دي ده هدفي من القناه اساسا، تمام؟ النقطه الثالثه يا جدعان اللي هي حوار الشهره. هل انا بقى هبقى مشهور بقى وهبقى يوتيوبر بقى وبتاع وهمشي كده في الشارع بقى انا ولا الشغل الذين اللي احنا بنشوفه ده؟ انا عن نفسي اقسم بالله انا مش حابب الشهرة خالص، مش في دماغي خالص حوار الشهرة ده، ومش جاي معايا، ومش حابه اساسا، انا مش حابه، بس لو حصلت بقى وجت عادي، اللي هو انا متقبلها، وكل اللي يجيبه ربنا خير، اللي هو عادي كله بتاع ربنا، فمش فارقه معايا، فمش في دماغي حوار الشهرة، تمام؟ بس عشان تبقوا انتوا فاهمين بس، وما تحطوش في دماغكم ان انا بقى هشوف نفسي عليكم بعد كده وبتاع، وهبقى اللي هو اليوتيوبر بقى اللي مش عارف اللي مقطع السمكه وديلها. لا عادي خالص، انا انسان بسيط ولذيذ ومرح، والدنيا جميله معايا. بيس. بقول لكم بقى حته ان انا قلت لكم ان انا هعمل جزء من الارباح بتاعه القناه دي ان شاء الله، لو ربنا كرم فيها بارباح، ان انا هعمل منها جزء للجمهور اللي هو حضراتكم. بصوا يا جدعان، انا والله ما بقول الكلام دوت رشوه، ولا ان انا بقول الكلام دوت عشان اغريكم بيه عشان تشتركوا وخلاص، لا. بما يرضي الله، انا واحد من الناس، انا كنت بتابع فيديوهات انسانيه كتير، تمام؟ اشوف فيديو لده واشوف فيديو لده واشوف فيديو لده واشوف التعليقات بتاعت الناس كانت بتبقى عامله ازاي. في ناس كتير حالتها صعبه، معاهم تليفونات وجمهور ومتابع فيس ومتابع يوتيوب وكلام من ده كله، وتبص تلاقيه معلق برضه، محتاج حاجه، محتاج اللي يقف جنبه، والجمهور كله على دماغنا من فوق، سواء وضعه حلو ووضعه وحش، كله عادي، احنا كلنا حالنا من بعض، انا من الطبقه المتوسطه انا كمان برضو، والحمد لله على كل حال. فالنقطه دي يا جدعان الناس كلها كبيرها وصغيرها فوق دماغي من فوق، بحترم الناس كلها. فالنقطه دي انا مش بقولها لكم ان انا مثلا برشيكم، ولا ان انا مثلا بغريكم عشان تشتركوا معايا وعشان تجدعنوا معايا وكلام، لا والله. وفي نقطه كمان اللي هو انا برضو مش عايز حد مثلا يقف معايا مثلا، ولا مثلا يعمل لي لايك ولا يعمل لي شير وكلام من ده كله، ويجي يقول لي انا ساعدتك اهو، اللي عملت لك ولا خليت لك، فساعدني بقى واقف معايا. بصوا يا جدعان، انا اذا كنت هعمل الحاجه هعملها لوجه الله، وانتوا كمان هتعملوا معايا الحاجه هتعملوها لوجه الله. ممكن ما اساعدكش انت المره دي، بس اساعد غيرك،
ممكن اساعدك انت، ممكن تبقى هي انت وحظك بقى ساعتها. احنا المهم ان احنا هنعمل اللي نقدر عليه، وكلنا مع بعض كده متحدين ان احنا نعمل خير، نفرح بعض. بس هو ده هدفنا، ان احنا نفرح بعض، ما نسيبش حد مننا محتاج حاجه، واللي ربنا يكرمنا بيه نعمل بيه يا عم على قد ما نقدر. تمام. حته الارباح برضه يا جدعان، ان شاء الله يعني لو ربنا كرم ورزقنا بارباح وكلام من ده كله، طبعا الموضوع هيبقى خاص بيا، يعني مش هطلع اقول لكم انا كسبت قد كده ولا ان انا جالي قد كده ولا كلام من ده كله. لا، انا زي ما قلت انا هقسمها اجزاء، وانا كده كده حاطط في دماغي وموعد نفسي قدام ربنا ان في جزء هيبقى خاص بيكم، في جزء هيبقى خاص لله، اللي هو هنعمل منه اي مساعدات برضه خيريه للناس اللي محتاجه في الشوارع وكلام من ده كله، الناس الغلابه اللي هي اقل مننا، اللي ممكن ما يكون معهاش تليفونات اساسا. فالنقطه دي هتكون ما بيني وما بين ربنا. تمام. وربنا هو اللي هيحاسبني عليها، هو اللي عالم بنيتي، هو اللي عالم باللي جوايا. هاجي ساعتها اقول لكم يا جماعه انا هعمل كذا، عايز اعمل كذا او كذا مثلا ليكم، ايه رايكم؟ وعايز اعمل مثلا كذا او كذا لله، نعمل اي حاجه خيريه كده لله، ننزل نفرح الناس في الشارع، نعمل حاجه خيريه لله، اي حاجه ايه ما بيننا وما بين بعض، ونشور بعض يعني ساعتها ونتكلم. وصدقوني ساعتها اقسم بالله يعني مش هنتاخر عن حد في حاجه، ولا هنقدر نعمله هنعمله. تمام. قشطه رجاله، قشطه. وصيتي للناس المحترمه الجميله اللي بتشوفني، بصوا يا جدعان، دلوقتي ناس كتير حالتها صعبه، وناس كتير محتاجه مساعده. اللي يقدر يبادر في عمل الخير باي حاجه يقدر عليها يتعامل وجدع، وما يخليش الشيطان يوقفه. عندك اليوتيوب فرصه اهو، تجرب نفسك عليه يا عم، يمكن ربنا يكرمك. انا عن نفسي انا طالع اجرب نفسي عليه اهو. فالموضوع سهل وبسيط، 1000 مشترك و4000 ساعه مشاهده، لو ربنا كرم فيهم وحققنا ارباح هنبص نلاقي، وحققنا الشروط هنبص نلاقي ارباح جت والدنيا مشيت، وهنبدا ان احنا فعلا نعمل خير ونعمل اللي احنا بنتكلم فيه. فالجمعيات الخيريه حاليا عندنا في مصر يعني ما عادتش مكفيه الحالات اللي بقت بتروح لهم، ما عادتش مغطياهم، بقت عايزه اكتر وعايزه اللي يساعدها فالدنيا لو كل واحد كده اتجدعن شويه وساعد على قد ما يقدر وعمل اللي يقدر عليه، ربنا هيكرم والله، وهنبص هنلاقي نفسنا كلنا مرتاحين، وكلنا الحمد لله راضيين وعايشين كويسين ومش ناقصنا اي حاجه. فدي وصيتي ليكم يعني، عشان ما حدش ضامن عمره كمان. انا عن نفسي الله اعلم، ممكن اكمل معاكم، ممكن يجرى لي حاجه، ممكن ربنا يتوفاني، ربنا يكرمنا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا. في الاول في الاخر احنا بنعمل خير لله، ما نعملش خير مثلا عشان خاطر ان احنا نقول ان احنا بنعمل خير، ولا بنعمل خير مثلا عشان يبقى لنا جميل على حد، ولا كلام من ده كله. الفضل كله في الاول وفي الاخر هيرجع لربنا عز وجل. وزي ما قلنا المال كله مال الله، وربنا جعلنا مستخلفين فيه، وربنا يكرمنا ويجعله في ميزان حسناتنا لو القناه دي مشيت ووقفنا جنب بعض فيها كلنا وعملنا منها كل اللي نقدر عليه. اشوفكم على خير يا احلى جمهور في الدنيا. السلام عليكم.